مساء الفل عليكم يا اساطير. كلنا شفنا الحلقه اللي فاتت ان ماكس ضرب كانكو ودمر له وشه علشان كان بيصوره. شامورا كان خايف من ماكس جدا، وماكس استغل شامورا وقال له انا عايز القناه بتاعتك اللي على اليوتيوب بدل ما اضربك وادمر لك وشك واعمل فيك زي اللي حصل مع صاحبك كانكو. وشامورا وافق بس بشرط اننا نتقابل في بث مباشر وكل الناس تشوف القتال ده، وده هيكون بعد شهر من دلوقتي. وشامورا بيتفرج على فيديوهات ازاي يعطل ماكس، واخيرا لقى الحل انه يلعب على عامل الطقس، يعني يضربه ضربه في وقت يكون في مطر والارض مليانه ميه علشان يعطل من حركته. ومش بس كده، لا يعرف ينتصر عليه بكل سهوله. لكن لسوء الحظ وقت المعركه الجو كان كويس جدا والجو كان صافي وجميل، فشامورا بيجري على الحمام وماكس بيروح يلاقي الحمام كله مليان ميه في الارض ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وشامورا بيضرب ماكس في رجليه، ولكن بتحصل المفاجاه. ولكن يا اساطير قبل ما نبدا الحدوته الجديده بفكركم اني بتعب جدا في تلخيص الحلقات دي والمونتاج كمان، فمحتاجه دعمكم قوي معايا. ويلا بينا نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، واوعى تنسى الاشتراك في القناه، انا محتاجه تشجيعكم علشان اعرف اكمل ملخصات. ويلا بينا نبدا الحدوته. وبعد ما شامورا ضرب ماكس في رجليه اتفاجئ مره واحده ان ماكس بيضربه بالبوكس في وشه، وبيقول له ازاي بتتحرك بسرعه كده والميه مش مؤثره فيك، انا لازم احافظ على تركيزي. بس ازاي؟ انا كنت لما بلاعب هاماكين كنت سايب مسافه بيني وبينه، ولكنه تعب في الاخر وعرفت اتغلب عليه. لكن ماكس عكسه سريع جدا وبيتوقع كل حركاتي. اما شامورا بيبتدي يضربه في رجله، ولكن ماكس بيضربه بالبوكس، وكانكو بيستغرب جدا عشان شامورا مش حافظ غير الحركه دي، عمال يكرر نفس الحركه ويضربه في رجليه. وبيقول هو ليه عمال يصرخ وهو بيضربه؟ شكله عايز يشتت تركيز خصمه. مش بس كده، ده يخليه يركز في ضربات الرجل ومره واحده يضربه بالبوكس زي ما عمل مع هاماكين. ولكن شامورا بيصد ضربه ماكس وبيفتكر كلام مدربه الديك، وبيقول له هو بعد كل التدريب ده ولسه ما عندكش الثقه في نفسك؟ انت خايف ان بعد التدريب ده كله مش هتنجح؟ انت لازم تحاول ومش هتفشل. انت فشلت المره اللي فاتت علشان نسيت حاجه مهمه قوي، وهي انك لازم تمسك خصمك من الجزء الخلفي للركبه وتسحبه لتحت بكل قوه. وبالفعل شامورا عمل كده، وماكس وقع في الارض وكانكو ابتدى يصورهم وبيقول ايه اللي بيحصل ده؟ معقول ماكس يقع بالسرعه دي وبالسهوله دي؟ وبعد ما وقع شامورا ماكس في الارض فرصته في الفوز زادت وبقت اكتر من 50%. ولكن كانكو بيصرخ وبيقول يلا اضربه، يلا بسرعه يا شامورا خلص عليه علشان تفوز. ولكن شامورا بيفتكر كلام المدرب الديك بتاعه وبيقول له انا علمتك ازاي تضرب خصمك بضربه واحده. امسك خصمك من قفاه واسحبه بقوه وكتفه بايدك الاتنين على راسه وعد في سرك 10 ثواني علشان خصم يفقد وعيه. وبيعد شامورا لحد 7 ثواني، ولكن للاسف بيلاقي ماكس بيقول له يا غبي علشان تعمل حركه الخنقه دي علشان افقد الوعي لازم تكون رجليك فوق بعض وتدوس على الارض بكل قوه. شكلها كده دي اول معركه ليك حقيقيه على الارض الواقع. انت كنت مقضيها فيديوهات بس ولا ايه وبتذاكر نظري؟ ولكن العملي مالكش فيه. وماكس بيضرب شامورا بالبوكس في وشه بيوقع له طقم اسنانه، وشامورا بيقول انا غبي فعلا، انا كنت مقضيها تدريب لمده شهر في الدولاب ونسيت اطبق في الحقيقه، حتى الاساسيات دي انا فاشل فيها على الاخر. وماكس بيقول له بس حلوه حركه انك كنت عايز تخنقني علشان بس افقد الوعي، لا عجبني بجد، حركه حلوه وتستاهل. وبيتريق عليه، وكانكو بيكون مستغرب جدا ازاي ده بس حصل يا صاحبي، انت كنت قريب جدا من انك تفوز والمحاوله كانت ناجحه جدا، والكومنتات كلها كانت بتقول ان ماكس هو اللي سمح لنفسه بالوقوع. وماكس بيقول لشامورا انت عايز تعرف ليه انا سبتك توقعني اصلا؟ وبيتفاجئ انه ماسك الجزمه بتاعته. وشامورا بيقول يعني كل الوقت ده وكل الضرب بتاعي ما كانش ميأثر فيه، وهو عمل كل ده عشان ياخد الجزمه بتاعتي؟ وازاي انا ما حسيتش باي حاجه من الكلام ده؟ وبيفتكر كلام مدربه وبيقول له انه ممكن شخص عادي يغلب لاعب التايكوندو، ولكن لو ده ما حصلش فانت لازم تاخد ديلك في اسنانك وتطلع تجري علشان اللاعب ده لو قام هيعمل منك بطاطس محمره، وقوه الضربه بتاعته اكنها قوه مقطوره بوزن طن. وفي نفس الوقت بيكون صاحبه والاكس القديمه بيتفرجوا على البث المباشر بتاع شامورا اللي هو بيكون ضد ماكس، وبيقول لها انا عارف ليه ان انت مش عايزه تتفرجي عليه وزعلانه منه عشان كنت بترني عليه كتير وهو ما بيردش عليكي من اخر مره حصل فيها اللي حصل. وبتقول له لا انا مش عايزه اتكلم على شامورا خالص وما يهمنيش الموضوع ده اصلا. وبيقول لها لكن المره دي الوضع مختلف جدا، ده بيلاعب لعيب محترف لعيب تايكوندو. وبيقول لها لكن المره دي هو انتصر. وبتتفاجئ اول ما بتسمع ان شامورا انتصر، وتقول له ايه ده شامورا انتصر وريني كده، وبتحاول تشوف المعركه لكن بيقول لها يا فرحه ما كملت، الجزء الاخير ده مش هيعجبك خالص. وبيكون شامورا مرمي على الارض بفرده جزمه واحده، وكانكو بيشجعه وبيقول له يلا قوم، بتبعد ليه انت غبي ولا ايه؟ وبيكتئب شامورا بيقول
ده مش وقت الغضب، انا لازم امسك اعصابي وابتدي اكون اقوى. وماكس كان محتاج جزمة شامورة لانها ما كانتش بتزحلق على الميه. وماكس بيقول لشامورة وفعلا انا جربتها، الجزمه ما بتكدبش، دي تستاهل كل الفلوس اللي انت دفعتها فيها يا شامورة. وشامورة بيفتكر قد ايه انه تعب خلال الشهر ده، وكل الكومنتات بتشجع شامورة وانه ما يستسلمش ويبتدي يكسب القتال. وشامورة ما بيكونش شايف ان في طريقه للقتال اصلا، وبيقول انا ما عنديش فرصه من البدايه. وبيقول لكل اللايف وكل المتابعين انا اسف لكل واحد فيكم بيتفرج عليا. وكانكو بيقول لشامورة انا كنت فاكرك بتلعب علشان الفلوس. وشامورة بيقول له انت محتاج رسائل الدعم وده تفكيرك صح. والمتابعين كلهم بيتكلموا على حاله وان الفلوس بتغير اي حد. وشامورة بيقول ان السيد الديك بيقول ان مقاتلي التايكوندو ما بيعرفوش ده الا لو سابوهم لقوتهم الحقيقيه. وبيقول انا هحاول مرة تانية ومش هستسلم وهعمل حيلة الخنق المتقطع. وشامورة كان فاكر ان ماكس بعيد ولكن بيلاقي رجل ماكس في وشه. وشامورة بيقف ويقول انا هاجم. وبيعرف شامورة حركات التايكوندو بتجيله من اي زاوية. وماكس بيقول له انت ما حلتكش غير الرجل اليمين ولا ايه يا شامورة؟ وماكس ضربته ما بتكدبش، ادى رجل لشامورة. وشامورة بيشوف ان الضربة الفظيعة دي هي الضربة القاضية. وماكس بيدي شامورة بالرجل وشامورة بيكون متألم جدا. وماكس بيقول لشامورة انت محظوظ، لو كانت برجل اليمين ما كنتش بقيت عايش اصلا يا شامورة، وانت رفيع زياده عن اللزوم فاكيد كسرت ضلع او ضلعين. وابتدى ماكس يسال كانكو ايه الشغل الجديد بقى والشغل الجاي، عايزين نعمل محتوى يكسر الدنيا. كانكو ابتدى يقول اقف اقف، وماكس فاكر انه بيكلمه. فبيطلع كانكو بيكلم شامورة بيقول له اقف ما تقومش لان انت كده هتموت. وكانكو كان خايف على شامورة جدا. وشامورة بيقول اي نعم الضربه الخلفيه تموت حتى لو ما جاتش فيا كلها. وبيفتكر الدرس الثالث في القتال، وبيفتكر ان السيطره على البيئه هي الحل، مفيش غير السيطرة على البيئة. وبيشجع متابعينه انهم ينتظروا الضربة القادمة ان هو يخلص على ماكس. وكانكو بيقول له هتموت كده يا غبي، اوعى تكون بتتكلم بجد. وابتدى يقول لشامورة احنا مش عايزين حاجة خالص ولا فلوس ولا اي حاجة، بس انت كده يا شامورة هتموت. وبيقول شامورة باعلى صوت اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. وكانكو بيقول له شكل الموضوع ملوش علاقة بالفلوس ولا ايه؟ وماكس بيقول له انا عاجز عن الكلام حقيقي يا شامورة. وما شاء الله شامورة واقف في الحمام محاط باربع جوانب. وماكس بيقول له هو انت فاكر ان انت كده هتمنعني ان اضربك او حتى استخدم رجلي؟ فاكر ان ليك حتى 1% فوز؟ وشامورة بيقول له هعمل كده وهفوز. وماكس بيقول له انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. وفعلا ماكس بيدي لشامورة بالرجل، وشامورة بيتعلق في ماسورة الحمام وبيبتدي يمسك ماكس يخنقه. وكان بيتفرج عليه صاحبه والاكس اللي هم شايفين ان شامورة اتطور خالص وبقى في حتة تانية، ولما بيتحط في موقف بيحاول يتصرف. وشامورة بالنسبة لهم كان عامل زي اللعبة او الدمية اللي بيتحول من عجز وخجل لأعظم حاجة، وبيحاول يستغل الوقت من بعد ما وصل لأدنى حد في الهزيمة اللي كانت مع هاماكين. ودي بتكون أكتر لحظة مؤثرة في حياته، بيكون قدام المشاهير إن هو ولا حاجة وتوقع صورته قدام المتابعين. ودي حاجة تخلي شامورة رقبته قد السمسمة. وكانكو بيقول بتعمل إيه يا جدع أنت فزت؟ أنت يا شامورة لو في حلبة كان الجرس رن إن أنت فزت. وحتى لما كانكو بيحاول يمنع شامورة من على ماكس بيقول له أنت كده هتموته يا غبي، بيحاول شامورة يفهمه إنه بيحاول يعد 10 ثواني علشان ما يقومش يغلبه مرة تانية. وفعلا شامورة بيكسب وكل الكومنتات بتهتف بشامورة. وبيفوق ماكس وبيلاقي كانكو وشامورة ماسكينه من رجله بيقول لهم بتعملوا ايه؟ فشامورة بيقول له لا انا ماليش دعوة، هي الساعة دي وقعت منك واحنا شايفين ان هي غالية عليك فبنحاول نلبسها لك بس خايفين منك. وماكس بيتضايق جدا وبيخسر وبيسيب لهم القناة وكل حاجة، وبيقول لهم لو شفتكم في حتة هطحنكم. وبيعرق شامورة ويسأل الجمهور عن احسن مزيل عرق، وبيبتدي يعمل عنه اعلانات وبيدخلها في وسط الفيديو عشان يجيب اعلى مشاهدات، لدرجة ان مشاهداته وصلت ل 3 مليون و190 الف مشترك. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقة النهاردة، اشوفكم على خير في حلقة المرة اللي جاية.